أشرف محاسن. إذا خطأ من الجهة اليمنى لفائدة اتحاد التمارة في التنفيذ. الرقم 21 تسديدة أمامية خطيرة. هدف ثاني فائدة اتحاد التمارة. كارافيلا هاي خليني اشتري ويا كرة أمامية في اتجاه الحلالي. يضوع الكرة وضربة جزاء. هدف للهلال. الهدف الأول للهلال من تسجيل محمد الحلالي بعد ارتباك في وسط الميدان. الحلالي أو عفوا في معترك العمليات الحلالي يوقع على الهدف الأول والثالث له هذا الموسم. ركنية، كرة اصطدمت برأس المدافع لكن الحكم يقول أنها ركنية لفائدة فريق اتحاد التمارة مع احتجاج للمدافع إبراهيم نبيل. تنفذ الركنية خطيرة. هدف ثالث لصالح اتحاد التمارة عكس مجريات اللاعب. اتحاد التمارة تسجل هدف ثالث حين الهلال كانت ضاغطة بشكل كبير في الشوط الثاني. استطاع اتحاد التمارة من ركلة ثابتة أن يسجل الهدف الثالث ويطمئن جماهيره على نتيجة المباراة.